حبايبي الحلوين عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهارده هنعمله الفراخ في الكيس الحراري. بس دي كانت يعني فرخة عندي من الزمن الجميل يا جماعة، ايام ما كان الكيلو ب65 جنيه، ربنا يرحمنا برحمته. معانا معلقة من السمنة، ومعانا البهارات، معانا نص معلقة من السكر والملح وبهارات الفراخ وبصل باودر وتوم باودر، ومعانا زعتر، ومعانا فلفل اسود، ومعانا اللي هو الكاتشب الهاينز ده جميل جدا. هتحطي في حدود معلقتين كبار كده من صلصة الهاينز اللي هي الصلصة الجاهزة، ومعانا نص ليمونة. التتبيلة دي جميلة وسهلة، والفراخ بتطلع طعمها حلو جدا جدا. ومعانا يعني حبة خل صغيرين مش كتير. هنقلبه بقى كل المكونات دي، بصوا مع بعضيها كده طبعا علشان السمنة متجمدة. طبعا شايفين يعني الصقيع اللي احنا فيه ده، بصراحة ربنا يعيننا والله. جبت الفرخة طبعا كنت غسلاها كويس. طبعا عامله لها المحلول النقع اللي هو في الخل، مية وخل وملح وسكر وليمون. يعني بجد الزفرة كلها اللي في الفرخة بتنزل. طبعا ننزل بقى من تحت الجلد كده علشان برضو احط لها التتبيلة، علشان بتبقى طعمها حلو جدا. انا عايزة كل قطعة في الفرخة متبلة. ارجع تاني اقول لكم يا جماعة ان الفرخة دي انا كنت جايباها من ايام ما كانت الفراخ تقريبا الكيلو ب65 جنيه، طبعا دلوقتي ب85 جنيه. انا عاملة مقاطعة، ما بجيبش فراخ خالص ولا بانيه، لان بصراحة ربنا يرحمنا برحمته. ومش عارفين المقاطعة دي يا جماعة هتفضل لحد امتى. يعني كل الناس كتير بجد على الفيس عاملة مقاطعة الدواجن واللحمة وحاجات كتير. طب لحد امتى يا جماعة احنا هنفضلوا كده؟ فمش عارفة والله، ربنا يعيننا يا رب على الايام اللي جاية. طبعا تبلت كل الفرخة في تحت الجلد بقى وجوه يعني مليتها من التتبيلة اللي انا عاملاها دي. بجد يا جماعة التتبيلة دي تحفة. طبعا بقى اي حاجة عندك تربطي بيها الرجلين ماشي الحال. انا بصراحة ما كانش عندي غير الاستيك اللي احنا بنعمله بيه الملابس. ما عنديش بصراحة كان اي حاجة يعني، ولا حتى الفتلة. فتلة الخيط طبعا ضعيفة عندي فمش هتنفع، ممكن تتقطع معايا. فانا جبت دي قطعة عشان تبقى ايه جامدة شوية. ربطت طبعا رجل الفرخة كده، ايوه، عشان ما تيجي تحطيها في الكيس الحراري تبقى يعني بحالها كده، وبيبقى شكلها حلو قوي لما بتيجي تطلعيها. عايزة انت بقى تحشيها اللي هي الكبد والقوانص، اوكي. عايزة تحشيها الخضار برضو براحتك، بس انا ما فضلتش ان انا احشيها بصراحة، احط الخضار جواها، لا انا ما فضلتش كده. كل واحد طبعا وليه ايه طريقته. انا جبت كده بطاطستين قطعتهم حلقات صغيرة مش كبيرة، ومعايا طماطمايه وبصلايه وفصين توم، ومعايا جزرايه مقطعه كل ده كده ايه حلقات. وحطيت كل الخضروات اللي معايا دي جوه الكيس الحراري. ودي كانت كوسه انا فرزاها، بتطلع جميله جدا يا جماعه من الفريزر، يعني مبيبقاش فيها اي مشكله. بفرزها بطريقه كويسه جدا، وبتطلع كاني لسه جايباها. خلاص حطيت كل الخضار اللي معايا في الكيس الحراري. في بقى زي ما بقول لكم في ناس بتحب تحشي الفرخه بالخضار ده او بالكبد القوانص، بس انا فضلت ان أنا اعملها كده. انا هحط بهارات بسيطه جدا على الخضار. حطيت شويه ملح، ورشه من البصل البودر والثوم البودر والفلفل الاسود، وهحط شويه بابريكا كانوا اخر حبه عندي، وشويه زعتر. في زعتر ناعم يا جماعه، انا كنت يعني من فتره كده جبته حلو والله مش وحش. ومعايا حبهان 3 فصوص حبهان، ومعايا اللي هو الورق اللوري. طبعا هيدي نكهة قنبلة للخضار والفرخة. بس كده طبعا هحرك كل المكونات دي مع بعضيها عشان طبعا البهارات ايه تبقى متواجدة في كل الخضار اللي معانا. عجيب بقى حبيبتنا وروحنا الفرخة، اللي دلوقتي الواحد حاسس ان الفرخة دي بقت يعني مش عارفة والله الواحد هيقول ايه، بس والله ربنا يعدي الايام دي بجد على خير. طبعا انا مش هرمي بقى التتبيلة الجميلة التحفة اللي معايا دي، لا هنزلها على الفراخ وعلى الخضار. بجد يا جماعة الكيس الحراري ده يعني اختراع. دلوقتي انا قفلته زي ما انتوا شايفين كده، انا ربطته وجبت الصينية بتاعتي دي البايركس.
حطيه في اي صينيه، يعني مش شرط بايركس، تيفال، ألمونيا، اي حاجه يا جماعه، اللي موجود اللي موجود بجد يدي الغرض اللي احنا عايزينه. طبعا لازم بقى يعني اشكشك كده الكيس الحراري، يعني افتحه كده فتحتين 3 مش اكتر، علشان الهواء اللي جوه يطلع، وكمان النار تخش جوه، يبقى ايه الفراخ والخضار ويستوي معاكي. دلوقتي انا كنت بقى مسخنه ميه في الكاتل، ميه بتغلي يا جماعه طبعا في الكاتل، هنزل بيها يعني نص الصينيه كده، احط لها ميه. في ناس ما بتحطش ميه، فبصراحه انا كنت اول مره في حياتي اجرب الكيس الحراري، فبصراحه انا عملته كده، يعني حطيت ميه يعني شويه، يعني قولوا في حدود كوبايتين من الميه السخنه، وحطيت الكيس الحراري ودخلتها الفرن. دلوقتي بقى هنعمله مع بعض الرز الحبه وحبه. بجد في ناس كتير جدا بتستصعب ان هي تعمله، لا بجد ده سهل جدا، وبيبقى طعمه فوق فوق الروعة سبحان الله. يعني يعني رز الشعرية ليه طعمه، والرز اللسان عصفور ليه طعمه، الرز اللي هو الحبة وحبة ده برضو ليه طعمه، طعمه حلو جدا جدا جدا. انا جبت عادي حلة وحطيت فيها المادة الدهنية بتاعتي، حطيت اللي هو زيت عافية، اللي هو زيت الذرة، زيت ذرة هو بتاع عافية، ده جميل جدا، بعمل بيه ساعات الرز والاكل بيطلع حلو قوي. انزل عليه نص كمية الرز اللي معايا، بصوا يتحمر لحد ما ياخد اللون القمر ده، بجد حلو. هو بياخد وقت، انا مش هقول لكم بياخد وقت، بس بجد النتيجة تحفة، طعمه بيبقى حلو قوي قوي قوي. خلاص كده بصوا اللون اللي هو الذهبي، اللون الجميل ده، وهنزل بقى بكمية الرز اللي هي البيضة على اللي احنا حمرناه، هقلب بقى كله مع بعضه. في ناس كتير والله انا بشوفها بتعمل طريقة غريبة جدا، بتجيب الرز وتحطه في زيت عشان تحمره ويبقى لونه احمر. طب ما الطريقة دي يا جماعة مالها يعني؟ انا طول عمري بعمله، ومامتي ربنا يديها الصحة يا رب ويشفي عنها ويعافيها، اتمنى ان انتوا تدعوا لها ربنا يشفي يعافي عنها. دايما بتعملوا بالطريقة دي، وطريقة سهلة وجميلة جدا، والنتيجة زي ما بقول لكم بجد تحفة. طبعا هحط بقى على كل كوباية من الرز معلقة ملح، انا عندي معيار كده معين بظبط بيه الرز بتاعي. هقلب بقى الملح مع الرز زي ما انتوا شايفين كده، وبعد كده طبعا بقى احط له كمية المية بتاعته، واحنا متفقين ان كل كوباية رز عليها كوباية من المية، ونحط نص في الاخر زيادة. بصوا بقى القمر، العسل، السكر، بصوا يا جماعة والله مش مستحملة في ايدي، انا يا دوبك طلعتها من الكيس الحراري لقيتها بتدوب في ايديا. بصوا الخضار، بصوا الجزر اللي بياخد وقت معانا في السوا استوى. طبعا انا بقى بعد ما خدت السوا بتاعها قطعت بقى الكيس الحراري وفتحت الشواية عشان تاخد اللون القمر ده. بصوا بوريكم، بصوا الجمال، البطاطس مستوية والجزر والكوسة وكل الخضار اللي معانا استوى، كان طعمه تحفة. وبجد الفراخ اتبهدلت في ايدي، يعني انا جايه اطلعها والله العظيم، يعني الورك بتاعها فصل خالص عنها. حتى في اول الفيديو شفتوا شكلها كان عامل ازاي، يعني اعذروني بجد والله ده غصب عني، بس بجد هي مش مستحمله معايا خالص. انا يا دوبك طلعتها من الكيس بحطها، بصوا زي ما انتوا شايفين كده، والله العظيم هي لوحديها اتفكت مني. بصوا لانها بجد مستويه مش 100% يا جماعه، مليون المية. وده الخضار بصوا بتاعها تحفه قنبله، وكان طعمها حلوة قوي 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 قوي. وده شكل الرز الحبة وحبة النهائي، كان شكله جميل وطعمه فوق الروعة. يا رب يكون الفيديو عجبكم والوصفة عجبتكم، ولو عجبتكم ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصل لكم مني اشعار بكل جديد، وما تنسوش تدعموني. واشوفكم على خير يا احلى واغلى متابعين على قلبي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.